سارة مختار أيوة. بتتحداك تعمل حاجة بتطير، يعني تبقى عكس الجاذبية. حاجه بتطير عكس الجاذبيه؟ ممكن اطير اي حاجه في الدنيا عكس الجاذبيه. طب ما تورينا. حاضر. هنا يا جماعه الموضوع كان بادئ بسخافه شديده جدا، وحاولت ان انا اجربه على كوره بينج، حاولت اعمله ببقي فانا ماشي. اهي ثانية. جبت بلاور جبت سشوار وطيرت كرة البنج فعلا. اها اها شغال ماشي. بس مش هو ده اللي كانت الناس طالباه بالظبط. بس هي قالت حاجة. إيه بقى؟ لو أنا عايزة أنت تطير عكس الجاذبية. ايه؟ إيه؟ ما انا بنط من الطياره عادي وبطير وبعمل لا الحاجات. أنت بتنط وبتنزل فبتقع فبتفتح باراشوت فبتلاند، بس أنا عايزاك تبقى عكس الجاذبية، حاجة بتطلعك لفوق. يعني عايزين اجيب بلاور كبير. أيوه زي ده كده بس كبير جدا ويطلعك لفوق. اعملي كده. انت عبيط يا اسطى. اعملي كده. ده إيه ده؟ اعملي كده بس اسمعي الكلام. المكان الغريب اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه اسمه الويند تانل او نفق الهواء. عمود الهواء اللي انتوا شايفينه ده بيشتغل زيه زي السشوار بالظبط، بيطلع كميه هواء مهوله عن طريق 4 مراوح عملاقه يكفي ان هو يشيل بني ادمين. وبما ان انا خبير في عمود الهواء وبلعب الرياضه دي بقالي سنه، فهتلاقوني بتحرك فيه بكل سلاسه، وبعرف اتحرك يمين وشمال وفوق وتحت وببطني وبظهري، اكني عايش في مركبه فضائيه بالظبط. مفيش جاذبيه تماما، لان احنا ببساطه بنتغلب على الجاذبيه اللي هي قوه الاسفل بقوه مضاده ليها اللي هي قوه دفع الهواء لاعلى.